في بعض التغيرات في العادات بتاعتنا محتاجين نعملها علشان نحسن من موضوع التهاب الاعصاب. اول حاجه ان احنا ناخد بالنا من الوضعيات اللي احنا بنقعدها واحنا ماسكين الموبايل او قاعدين قدام اللابتوب او واحنا نايمين. محتاجين ان احنا دايما نخلي ظهرنا بشكل مستقيم، ودايما نرفع الموبايل والحاجه على مستوى نظرنا، ما نوطيش رقبتنا. تاني حاجه ان احنا ننام على مخده طبيه وراسنا ما تكونش مرفوعه قوي عن ظهرنا. ثالث حاجه نحاول نحافظ على الاسترتشات اللي ممكن نعملها لو احنا بنقعد على المكتب مده طويله او بنفضل قاعدين مده طويله. محتاجين ان احنا نعمل استرتشات للرقبه وللظهر وللكتاف. نحاول كمان نتعرض للشمس مده اطول علشان نحافظ على مستويات فيتامين دي كويسه في جسمنا. نحاول كمان واحنا نايمين نحط مخده تحت رجلينا بالشكل ده او ما بين رجلينا لو احنا نايمين على جنبنا. حاجه كمان علشان نحافظ على مستويات الانسولين في الدم كويسه ونقلل من مقاومه الانسولين، نحاول يكون في جاب ما بين الوجبات، على الاقل 3 ساعات ما بين الوجبه والوجبه، او نحاول ان احنا نتبع نظام الصيام المتقطع.